تعالوا معايا كده شوفوا الجريمة اللي انا عملتها. تعالوا نشوفها كده مع بعض شكلها ايه وطلعت ايه. عايزة اقول لكم يعني بصوا انا بفتح كده الشنطة وبقول ربنا يستر. يعني انا اول مرة افتحها والله معاكم دلوقتي، دي اول مرة. وانتوا هتشوفوا يعني مش معقول ان انا هفتح كده الشنط دي كلها وبعد كده هرجع اربطها تاني والكلام ده، لا خالص. دي اول مرة وهفتح معاكم على الطبيعة والله، وزي ما هتطلع هوريكم. طلعت حلوه هوريكم، طلعت مش حلوه هوريكم. هقول لكم اوعوا تجربوا التجربه دي ابدا، لكن لو طلعت جميله هقول لكم اعملوها. ويعني بصوا على ضمانتي طبعا لو طلعت حلوه، انا اي حاجه بعملها بتطلع حلوه بشوفها الاول. طلعت حلوه وتمام بوريها لكم، طلعت وحشه بقول لكم وحشه ما تعملوهاش او ما بطلعها لكوش اساسا. فتعالوا بقى نفتح كده. بصوا يعني حطاها في كذا شنطه. ما حطيتش في العلبه دي على طول لان العلبه دي مش محكمه الغلق، ولازم ان الحاجه دي اما نعملها لازم تكون محكمه الغلق. بصوا بقى حطها جوه شنطه جوه شنطه جوه شنطه، يعني انا قعدت كتير قوي افتح فيهم. فما شاء الله عايزه اقول لكم الريحه باينه كده تحفه تحفه تحفه. يعني الريحه مبشره جدا جدا، يعني انا كنت خايفه وقلقانه لا يبوظ مني. تمام، لكن وانا بفتح كده كل ما الشنطه تقرب بشم ريحه كده حلوه جدا فقلبي اطمن. بصوا بقى يعني ما تقولوليش بقى فسيخ ام مكه ولا فسيخ مش عارف مين، يعني مع احترامي ليها طبعا، بس انا عملته طلع في منتهى الجمال. انا عملته مره قبل كده وطلع معايا حادق شويه، فقللت الملح المره دي. وكنت خايفه جدا وده اللي كان مخوفني انه هيبوظ، لان هم قالوا لي لا قللي الملح شويه عشان هو حادق. فطبعا انا قللت الملح وكنت خايفه وكنت بعمله وانا بقول ده هيبوظ عشان الملح قليل، لكن طلع في منتهى الجمال. وبصوا قلبه احمر كده لونه وردي زي الفل، طعمه في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم الفسيخ ده ما قعدش معايا، يعني هو 3 ايام بالظبط وكان خلصان، وكلهم بداوا يطلبوه تاني وقالوا لي احنا مش هنشتريه من بره تاني، انت اللي هتعمله لنا على طول. شايفين الفسيخ طالع حلو جدا طري زي الزبده. بصوا شايفين اهو قدامكم اهو، والله فتحتها قدامكم كل حاجه قدامكم، مفيش حاجه من ورا الكاميرا. شايفين اللحمه طريه وزي الزبده ولونها وردي، وعايزه اقول لكم طعمه تحفه. جبنا السمك البوري، وتخلي بالك عشان فيه منه شبهه بس مش بوري. تمام، السمك البوري بيبقى راسه من فوق كده تقيسيها كده بيبقى 3 قراريط بصوابعك، بيبقى دماغه عريضه قوي، هو ده البوري. لكن السمك التاني لو حد ضحك عليك وقال لك ده بوري، بتشوفي دماغه كده، لو دماغه رفيعه زي السمك البلطي كده لا ده مش بيبقى بوري. البوري السمكه بتاعته راسه بتبقى عريضه. هتجيبيه تغسليه كويس وتصفيه كده، تحطيه كده على بقه تصفيه لمدة 6 ساعات كده، ما يتصفى خالص 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 من كل اللي فيه. وبعد كده بتاخديه بقى بنحشيه شوية ملح على شطة زي ما عملته معاكم قبل كده، عملته في فيديو شورتز. وبتحطيه بقى في برطمان يكون محكم الغلق ما يوصلوش هواء ابدا، وتحطيه في مكان ضلمه. عشان كده انا حطيت الشنط دي كلها حطيته كمان في شنط سمراء. فيفضل انت تعمليه في برطمان يكون لونه غامق زي الجراتل الزرقاء والبراميل الزرقاء اللي بيعملوه فيها، او يعني علبه بيضه اللي هي مش شفافه يعني، او لو عندك برطمان شفاف تقدري تحطيه في شنطه سودا وتحطيه برده في مكان كده يكون مظلم. تمام، هتفتحي عليه بعد اسبوع. عايزه اقول لكم انا فتحت عليه بعد 6 ايام، والله بعد 6 ايام فتحت عليه وباكل منه قدامكم اهو زي الفل وفي منتهى الجمال. مفيش بقى بعد شهر وشهرين والكلام ده، بعد 6 ايام فتحت عليه كان زي ما انتم شايفين كده زي الزبده وزي العسل. جربوه بقى واعملوه وقولي رايكم، وان شاء الله هيعجبكم جدا جدا. لو عايزين اعمله معاكم تاني اعمله معاكم. السمك البوري لما جبته كان عامل 120 جنيه، كان غالي جدا. المهم ان انا جبته كان عامل 120 جنيه وعملته بشويه ملح وشطه، ما خدوش مني حاجه. شوفوا بقى انتوا بتروحوا تشتروا الكيلو ب 400 جنيه. بصوا بقى وفرنا قد ايه وعملناه في البيت زي ما انتم شايفين كده بنظافه وجميل طبعا جدا. عشاق الفسيخ عارفين انا بقول ايه، فخلاص بقى عشان خلاص يعني هخلص على الفسيخ. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون الفسيخ عجبكم. لو الفسيخ عجبكم حطوا لايك للفيديو وقولوا رايكم في الكومنتات، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.